السلام عليكم. اليوم عندنا ان شاء الله بيتزا بالعجينه اللي نقدروا نديروا بها بزاف عفايس. هنا العجينه كما راكم تشوفوا فيها راهي بزاف رطبه. لو بوغ تاعها بالفرماج ومن الفوق بالفرماج. راني نقسمها بالعقل باسكو راهي سخونه. هاد العجينه هذه نقدروا نديروا بها دي ميني بيتزا، نقدروا نديروا بها كانا تورت كما راكم تشوفوا، نقدروا نديروا بها دي سوفلي دي كوكا كيما حبيتوا، يعني عجينه عده استعمالات. نفضلوا المقادير. نبداو بالحشو تاعنا. عندنا طوماطيش كيما راكم تشوفوا فيها، راني قشرتها وخليت لكم حبيبه باش تشوفوها، راهي حمراء، خيروها طريه وطايبه. عندكم كانا البصل مقطع، وعندكم سنينه الثوم. عندنا كانا فيونداشي ولا اللحم مطحون ولا الدجاج ولا اللي حبيتو. عندنا لي زيبيس كما راكم تشوفوا، فلفل عكري، اعشاب مرحيه اللي فيها الزعتر وزعيتره، وعندنا الملح، عندنا فلفل كحل، عندنا طماطم مصبره ولا طوماطيش كونسونطري، وعندنا بيان سور الزيت. اول حاجه نبداو بها اللي هي نرحيو البصل والثوم في روبو كيما اللي عندي انايا، ولا حبيتو قطعوهم يعني صغار. نرحو بيا البصل والثوم، بعد نزيدو طماطم، نزيدو طماطيش تاعنا، نزيدو كاع نرحوها مع البصل والثوم حتى يكون عندنا ليكيد. ومن بعد في مقله نوجدو نديرو الزيت ونرمو الطماطم تاعنا، الخليط تاع الطماطم والبصل والثوم. هنا كما راكم تشوفوا الطوماطيش اللي رحيناها مع البصل والثوم، القوام تاعها راهي هكذا شويه ليكيد. واش نديرو دوك؟ نزيدو لها مغرفه تاع طوماطيش كونسونطري، طماطم مصبره. انا الطماطم ولا لاصوص تاع البيتزا ما نحبهاش معمره طوماطيش كونسونطري. نزيد لها قيس كاس ماء ولا نص كاس ماء ونغطيها، نخليها خلي البصل تاعنا يطيب شويه. العجينه واش لازم لنا حبه بيض، 3 مغارف حليب بودره ولا كاس حليب، ولا نقدروا نزيدوا فوق الكاس. عندنا الملح، عندنا 3 مغارف زيت، عندنا 500 غرام فارينه، خميره كيميائيه نص باكي نص عشي، عندنا الزبده 100 غرام، مارغرين غامولي رطبه، وعندنا خميره مغرفه كبيره تاع الخميره والملح. هنا المارغرين تحبوا تخلوها رطبه غامولي تستعملوها، ولا تذوبوها كما راح ندير انايا. نبدا ندير فارينه نخلطها بالملح، نحطها في البول ديالي ولا صحفه ولا، ونكملوا كامل المقادير. الحليب كما قلت لكم 3 مغارف تاع حليب بودره، وطموه بالماء دافي، طموا العجينه بالماء دافي، ولا ديريكتومون طموها بالحليب دافي. هنايا بوغ اروماتيزي لاباط تاعنا باش نعطوها بنه، انا زدت لها شويه اعشاب مرحيه لي زيرب دو بروفانس اللي استعملتهم ديجا من قبل في لافارس. العجينه كما راكم تشوفوا راهي رطبه بزاف، هكذا لازم تكون، ما تكونش يابسه. نغطوها ونخلوها تخمر. كما راكم تشوفوا لاصوص تاعنا راهي شربت الماء تاعها والبصل راهو. واش نديروا لي زيبيس، ما حبيتش نديرهم من قبل، نخليهم على الاخر باش تقعد البنه. هنا واش ندير؟ كما قلنا عندنا ملح، عندنا فلفل كحل، عندنا لي زيرب دو بروفانس ولا الاعشاب المرحيه اللي فيها زعتر وزعيتره. نزيدو الفيونداشي، نحركوه شويه، نخلوه يتكتك يطيب، نغطوه عفدو. هنا كما راكم تشوفوا لاصوص راهي عاقده هكذا، حبيتها ما ديروهاش بزاف ليكيد. بون فوق العجينه ولا فوق لاصوص واش نديرو؟ عندنا زيتون مقطع شرائح، عندنا فلفل مقطع كيف شرائح، وعندنا دي مورسو تاع الفرماج نحطوهم في العجينه، وعندنا فرماج غافي كانا العجينه من الفوق. العجينه بعد ما خمرت وريحت نقسمها على زوج باسكو راح تخرج لي هنايا زوج خبزات تاع بيتزا كبار، راح نقسمها على زوج، نحلها وتبعوا الخطوه التاليه.
هنا بعد ما حليت العجينه تاعي زيروها شويه ولعبزوها شويه مع في الاطراف باش نديرو الفرماج تاعنا اللي كنا قطعناه شرائح، وتعاودوا تغلقوا العجينه هذيك الزايده، تعاودوا تغطوا الفرماج. هنايا ديروا واش حبيتوا في العجينه. انا كما سبقت ودرت هنايا لاصوص تاع الفيونداشي، ديروا فوقها زيتون فلفل، يعني اللي جاب في بالكم ديروه. تحبوا ديروا شامبينيون، تحبوا ديروا واش حبيتوا. هنايا دخلوا العجينه طيب على درجه حراره قويه، انا درت 240. مور ما طيب ديروا الفرماج غابي من الفوق وعاودوا دخلوها 2 مينوت باش يذوب الفرماج. هاي لك بيتزا تاعنا طابت، راهي سخونه، نقسمها قدامكم باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. جات بزاف رطبه وبنينه. هاي ليك كما راكم تشوفوا، راهي طريه رطبه وبنينه، يعني العجينه فريمون بنينه، يعني رطبه ماشي كاع يابسه، تقدروا تستعملوها في عده فطائر. هاي ليك نقسموا لو بور هذاك اللي درنا فيه دي طرونش تاع الفرماج، هاوليك راهو دايب، يعني تجي يعني اللي ما يحبش لو بور هذاك يديروا بالفرماج يقدر ياكلو. فوالا هاي ليك البيتزا تاعنا، يعطيكم الصحه. واحد الاخت دومونداتني العجينه لعده استعمالات، هذه هي بور لي سالي. يعطيكم الصحه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.